السلام عليكم خويا. خويا العزيز راني من الجزائر وطاحت لي الدراهم دروك وما كاش معي دراهم وراني بلعطش دروك خويا ما كاش الماء. جزاك الله خير. معلش انا مش فاهمه غير اللي انت من الجزائر. نادر معاك بالعربية الفصحى. انا من الجزائر وكان معايا فلوس ندخلوا وضاعت الفلوس وراني عطشان دروك ما كاش الماء. عيتي يا عم عيتي. يا عم انت من الجزائر جاي تشرب عندنا هنا؟ انت مالك يا عم تشرب حتى عندك هناك يا انا عم. بالعطش خويا ما كاش فيها مشكل. انت جاي تشرب هنا الله يسهل لك يا عم. انا مش جاي خويا جاي لك انت يا عم جايش ماشي من عنده هناك يا عم. انت مالك خويا خلاص اسمعني خويا ما كاش مشكل. لا والله ابدا يا خد خويا دي لا الميه اهي يا اخويا لا ما لا والله لا والله روح انت بقى يا عم انا بشتري بفلوسي. يا عم خد فلوسك وامشي روح بس. يا خويا لا ما كاش مشكل خويا روح خويا. خويا العزيز ما نحبش نزود عليك والله ما نزيدش عليك والله لا خويا. والله خويا بارك الله فيك رانا خير والله. ساعدك ايه تاني امور يا حبيبي بارك الله فيك بالله والله عليك. راكم على خويا راسي. ورانا اخواتنا والله المصريين راهم اخواتنا وحبايبنا والله. على راسي. الله يخليك. الراجل اللي انت شتمته دوت صاحبي تعالى. بص صاحبي انا بتصور ولا انا بصور بالموبايل يعني. فانا كنت في المصري في الجزائر شفت من الجزائريين بصراحه كل خير والله والشعب ده كان كريم جدا جدا معانا. فانا حبيت اوصل لهم صوره قد ايه المصريين برضه لو هم جم عندنا يكونوا حلوين وطيبين وبيحبوهم وناس برضه. الله يخليك بجد يعني دي تجربه لا والله تجربه اجتماعيه وانت راجل برضه مثال للمصري الاخ الكريم والله. شكرا ليك اللي انت رفعت على فكره ده يا جماعه مش شرير ده مش شرير ده. الجزائر يا جدعان. ولا ايه اللي هو اللي صدرني. اني لا. شكرا اخويا العزيز. اسمك كريم ايه؟ اخويا محمد الله يخليك اشوفك على خير وشكرا ليك وبجد رفعت شرفت المواطن المصري الاصيل بجد والله. شكرا اخويا العزيز. طب اخد ببلاش لا طيب. بلاش بس لا. مش عايز. يلا السلام عليكم.